مساء الخير على حضراتكم. يا رب تبقوا كلكم بخير وبفرحة وبسعادة على قد ما تقدروا، زي ما أنا قلت في الحلقة اللي فاتت. النهاردة أنا مش هحاول أطول عليكم، على اعتبار بإذن الله بكرة يبقى أول يوم رمضان. فأنا عارفة إن احنا كلنا النهاردة في طور الإعداد لاستقبال هذا الشهر الفضيل، اللي بتمنى من كل قلبي إن هو يأتي بكل فرحة وبكل الفرج علينا وعلى إخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي كل الدول العربية المنكوبة وكل دول العالم أصلا المنكوبة. الحقيقة ان النهاردة انا قعدت افكر كتير قوي، يا ترى ابدأ السلسلة بتاعتي بانهي رواية. وبعدين لقيت نفسي بدأت اميل اكتر لروايات كاتبة. بصراحة أنا بشوف إن هي بتعتبر من أهم الكتاب الموجودين في الساحة الأدبية حاليا، لكن مش بيكون النظر إليها بشكل كبير، رغم إن هي برضو بتفوز بالكثير من الجوائز. يعني هي تقريبا من حازت على جائزة كتارة للرواية العربية في يعني للعام السابق، ولهذا العام نقدر نقول يعني آخر نسخة. وهي الكاتبة رشا عدلي. الحقيقة ان انا مش هتكلم على كل رواياتها، انا هستقي فقط رواية واحدة فقط، وهي اولى رواياتي آم، آم، معها، وهي رواية الحياة ليست دائما وردية. انا برضو مش هناقش كل تفاصيل هذه الرواية، زي ما كلمتكم في الحلقة الاولى ان انا مش مهتمة بان انا اقدم مراجعة شاملة للرواية، وانما ان انا استقي فكرة واحدة فقط، وان انا اتحدث معكم بشيء من الاستفاضة عنها. الحقيقة ان الفكرة اللي انا هتكلم عنها وهي ما تحمله الرواية في عنوانها، وهي ان الحياة ليست دائما وردية. تناقش الرواية من خلال مجموعة من خطابات بتكتبها البطلة، وهي ناتالي بورتمان. لا سوري، ناتالي بورتمان هي الممثلة الأمريكية المعروفة. لا، ناتالي جونسون. هنا أقصد البطلة تسمى ناتالي جونسون، وهي طبعا شخصية متخيلة فرنسية. بتشرح الكاتبة كيف أنها يعني خرجت من الفقر الشديد، وذلك من خلال موهبتها في الرسم، واستطاعت ان هي تصل الى مصر باعتبارها فنانة تشكيلية في عصر الخديوي اسماعيل. وده كان في طور او في مرحلة افتتاح قناة السويس، والكثير من الانجازات اللي كانت موجودة في الوقت ده. الحقيقة ان الكاتبة من خلال البطلة استطاعت ان هي تسرد لينا الكثير من المشاهد حول مصر الخديوية او مصر الاسماعيلية، وازاي ان هي كانت قطعة من اوروبا بالفعل. لدى رشا عدلي قدرة هائلة على وصف الأحداث التاريخية باعتبار إن هي أو باعتبار إن هي مهتمة بالتاريخ، وبترسمها بشكل بتشعر القارئ إن هي كانت جزء من هذا العصر أو هذا العهد. المهم زي ما قلت لكم ان انا لن اتناول تفاصيل الروايه، ولكن ساتناول فكره واحده فقط، وهي فكره الحزن. هل يا ترى يمكن ان نقول ان الحياه بالفعل ليست ورديه على الدوام، ولا الكاتبة كانت ظالمة إلى حد ما في توصيفها لهذه الفكرة اللي هي فكرة الحزن؟ أنا هحكي لكم موقف طريف في أثناء القراءة. الحقيقة إن الكاتبة نقدر نقول إن هي تناولت في الجزء الأول من الرواية الجزء اللي هو صعود ناتالي بورتمان. آه، انا بعتذر جدا ان انا كل شويه بفتكر كلمه ناتالي بورتمان، وده لان طبعا يعني هذه الممثله العظيمه انا بعتبرها شخص عظيم، واكيد طبعا يعني ليا الفخر ان انا افتكرها من وقت للتاني. المهم يعني ان ناتالي جونسون ازاي كيفيه صعودها في فرنسا من مجرد يعني فتاه فقيره بتعين والدتها في محل المخبوزات بتاعتهم، الى حد لما اصبحت فنانه تشكيليه كبيره بيتم الاستعانه بيها في مصر في البعثة اللي هي الفنية اللي كانت جاءت من أوروبا من أجل تحديث الدولة المصرية. المهم يعني ان بالفعل الكاتبة استطاعت ان هي ترسم صورة ساحرة لكيفية صعود هذه البطلة، وكيفية ان لقائها للكثير من النجاحات المتوالية. لكن في مرحلة معينة، وهذه الإنجازات كانت إنجازات على كافة الأصعدة، سواء كانت على صعيد علاقتها السياسية بكبار رجال الدولة في ذلك الوقت، أو سواء كانت إنجازاتها الفنية، أو سواء إنجازاتها العاطفية، من حيث أنها قابلت ضابط مصري وأحبته حبا شديدا وتوعدا على الزواج. تمام.
او حتى من الناحيه الانسانيه ان هي تعرفت على اشخاص مصريين، وكانت حتى عندها الخادمه بتاعتها كانت شخصيه طيبه القلب. مش متذكره بصراحه كان جنسيتها ايه، لكن يعني على الجانب الانساني ايضا فقد كانت ناتالي جونسون شخصيه ناجحه جدا جدا جدا. لكن بعد كده الكاتبة الحقيقة بدأت إن هي تدخل في مرحلة بالفعل تجسيد حقيقي لفكرة الحياة ليست دائما وردية. فكل هذا يعني انهار بشكل غير طبيعي. طبعا مش معنى غير طبيعي ان هو مفتعل، وانما كان بشكل مكثف بطريقة كبيرة جدا. آم، الكاتبة فجأة طبعا البطلة وجدت أسرتها قتلوا كلهم في فرنسا بعد حرب ضارية ما بين فرنسا وألمانيا. ومن الناحية الأخرى إن محبوبها اللي هو الضابط المصري اختفى في ظروف غامضة. كان ذهب في مهمة رسمية ولم يعد، وبالتالي يعني قيل إنه قتل في معركة من المعارك. أيضا بالنسبة لفنها، طبعا كل هذه الأمور الشخصية البائسة أثرت على صحتها، وإنها تسببت في شلل رعاش. فبالتالي لم تعد قادرة على الرسم كما كان. أول مرة في حياتي أستطيع أن أقول أن يعني أو هذه الرواية أثناء قراءتي لها أستطيع القول إنها للمرة الأولى أشعر بأن للحروف قدرة على الدموع أو القدرة على الإدماع. سواء هي أن تدمع أو تدمع. يعني هي كانت بتدمع، الرواية كانت بتدمع في هذا الجزء، وأنا نفسي كنت بدمع وأنا بقرأها. مش عارفة الحقيقة يعني هل يا ترى، طبعا كانت نهاية بائسة جدا لهذه الشخصية من قمة النجاح إلى قمة الهبوط واليأس. طبعا كان في نقدر نقول بوادر او كان في شيء من السعاده، لكن هذه البطله طبعا في عز حزنها لم تستطع ان ترى اي شيء من السعاده، وانتهى الامر بانتهاء نهايه بائسه زي ما أنا قلت لكم. الفكره في الحياه ليست دائما ورديه، هل ده صحيح؟ يعني هل فكرة فعلا الحياة، طبعا الحياة ليست دائما وردية، هي ده مقتبس عن مثل فرنسي. آه، مش متذكرة بصراحة المثل الفرنسي، بس هي تقريبا هي ترجمتها الحياة ليست دائما وردية. فطبعا الكاتبة أصلا متأثرة جدا بالثقافة الفرنسية، ومن ده طبعا جاء يعني العنوان. لكن من ناحية الكاتبة استطاعت ان هي من خلال استخدام طبعا صيغة أنا في وصف المذكرات. طبعا ان البطلة بتوصف مذكراتها وبتوصف ايامها في البداية، كيف كان كل جزء من هذه المذكرات او جزء من اليوميات كان طويل جدا، بتسرد فيه تفاصيل في منتهى البهجة وفي منتهى السعادة، تفاصيل دقيقة جدا عن حياتها وعن اهم الأنشطة اللي بتقوم بيها. بعد كده بدأت ان هي الكاتبة بارعة جدا في استخدام الألفاظ البسيطة والسلسة لتبرز ان مثلا اليوم لم استطع الرسم كالعادة، وهكذا. وبدأت ان هي سنة بسنة زي ما نقول كده كيرف بينهار لحد لما بنوصل للنهاية التعيسة. الفكرة بتاعت الرواية اللي هي الحياة ليست دائما وردية، أنا مش شايفة كإنجي. انا حبيت طبعا في بدايه اول حلقه ليا ان انا، او في بدايه السلسله، ان انا ابدا بروايه اجتماعيه اكتر منها سياسيه، وده طبعا لتذويب الثلج ما بيني وبينكم. فالحقيقه يعني ان انا شايفه ان فكره الحياه ليست دائما ورديه دي فكره غير صحيحه، لان مهما كانت الحياه صعبه وشديده بيكون في امل بشكل او باخر. انا يعني حزنت بعض الشيء ان في هذه الروايه، رغم ان انا قراتها من حوالي مثلا ممكن 7 سنين او 10 سنين، مش متذكره قوي، لكن ظلت هذه الجزئيه من الروايه مؤثره فيا بشكل كبير جدا. لان انا اعتقد في اعتقادي ان اليأس بيولد يأس، والحزن بيولد حزن. لما هي البطله وجدت ان اسرتها قتلوا، ووجدت ان حبيبها قتل، هي استسلمت لكل مسببات الحزن في الحياة. والحياة عموما هي ليست وردية لمن يريدها ألا تكون وردية. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، لكن في نفس الوقت في رحمة
وفي يعني مثلا انا اتذكر ان كان في شخصيه في الروايه كانت بتتحدى، يعني محبه جدا للبطله، ولكن البطله لم تشعر بها على الاطلاق. طيب يعني ليه لماذا لم تنظر البطلة لهذا الشخص من جديد، رغم ان هذا الشخص ظل حتى يعني بعد انتهاء حياة هذه البطلة تماما، ظل موجود يعني لان هي الرواية اصلا كانت على يعني ان امرأة مصرية وجدت مذكرات ناتالي جونسون، وفي النهاية عرفت عن مصيرها واعطت هذه المذكرات لهذا الحبيب الحزين الوحيد. الحياة فعلا ليست وردية، لكن من قال انه اللي ينبغي ان تكون وردية للجميع؟ فهي دي كانت فكرة اول حلقة ليا، لان انا وجدت ان انا كده بتجاوز ال10 دقائق، فانا مش عايزة كده. فانتوا ايه رأيكم؟ هل الحياة بالفعل ليست دائما وردية؟ طيب هل عندما تتحول إلى سوداء، أو يعني يعني تغرب عن ورديتها، هل ممكن إن إحنا، أو هل ينبغي إن إحنا نستسلم لهذا الوضع، ولا إن إحنا نحاول أن نقوم من جديد؟ أنتوا إيه رأيكم؟ ميرسي جدا يعني لكل من استمع إلى هذه الحلقة، وأتمنى إن أنا ما كنتش تقيلة عليكم وتقولوا لي رأيكم. وميرسي جدا، وألقاكم بإذن الله في فيديو آخر أو مقطع آخر مع رواية تانية وفكرة أخرى. ميرسي، شكرا. وقبل ما أختم، رواية ممتازة لمن يحب التعرف على تاريخ مصر القديم في فترة الخديوية، و يعني يرى التمازج اللي حصل ما بين الثقافة الغربية والثقافة الشرقية في ذلك الوقت. رواية رائعة ككل روايات رشا عدلي، لكنها زي ما قلت لكم بتحرك مكامن التفكير بشكل أو بآخر. ميرسي، شكرا.